انتهى الدوري الانجليزي والنجوم الكتير اللي تألقت في الدوري الانجليزي، فكان لازم نجمع كل النجوم دي ونحطهم في تشكيلة هي تشكيلة افضل لعيبة في الدوري الانجليزي، تشكيلة الافضل في الدوري الانجليزي. كان في الاختيارات كتير، لكن دول 11 اللي استقريت عليهم، معهم 4 دكة. اكيد هيبقى في جدل في الحلقة دي، ممكن تتفق في لعيب تختلف في لعيب، لكن في النهاية دي كانت آرائي الشخصية. فقبل ما نبتدي متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. اهلا بيكم من جديد. نبتدي بحراسة المرمى. نيك بوب صراحة حارس كان جبار، حارس ساهم مع نيوكاسل بشكل كبير جدا. نيوكاسل لولا كان لبس اجوان كتير. حارس كويس، حارس خلاص ضمن مركزه اساسي في حراسة المرمى في المنتخب الانجليزي. تتكلم لاعب 37 ماتش عامل 14. تتكلم لاعب 37 ماتش طالع ب 14 كلين شيت، عامل 87 تصدي. واجه جا في مرماه 5 ضربات جزاء، تصدى ل3 من ال5. حارس جبار السنة دي، ساهم مع نيوكاسل بشكل كبير جدا، يستحق يبقى موجود في تشكيلة الأفضل. في مركز الرايت باك زميله، وهو في نفس الفريق طبعا، كيرن تريبير. يعني موسم جبار لهذا اللاعب. الظن الكتير ان هو منتهي، حتى انا ظنيت ان هو منتهي من ايام توتنهام، مش اتلتيكو مدريد حتى. يرجع السنة دي كابتن فريق نيوكاسل، يساهم مع نيوكاسل بشكل كبير. لعيب بيثبت قد ايه ان هو قادر يبقى قيادي مع الفريق، قادر ان هو يقدم مستويات عالية، قدر ان هو يظل في منتخب انجلترا ويبقى اهم لعيبة منتخب انجلترا. اتكلم لاعب 38 ماتش، جايب جول، 7 اسيستات، عامل 110 فرصة. تخيل عدد الفرص اللي بيصنعها كلاعب باك رايت كبير في السن. عامل 76% اكيوريت باس، عامل 75% تشتيت للكورة، منهم 50 تشتيت بالهيد. راجل هجومي موجود، دفاعي موجود، لازم يبقى معاك في التشكيلة. طبعا هو من نجوم الفانتسي السنة دي، اللي كانت نجوم كتير، ناس كتير ما كانتش متوقع ان هو يعمل كده، لكن استغلوه في الفانتسي وكان بيجيب نقط كتير في الفانتسي. ندخل على السنتر باك من السنترين. هيحصل جدل على اللعيب ده كتير، بس بصراحة كان لازم يتحط في التشكيلة دي، وهو ليساندرو مارتينيز. في ناس احسن من ليساندرو مارتينيز في الموسم ده، بس ليساندرو مارتينيز واللي عمله السنه دي كواحد لسه جاي من اياكس اول موسم في مانشستر يونايتد، يعمل الشغل الجبار ده. شايل فعلا دفاع اليونايتد بنسبه كبيره، هو وفاران. فاران كان عنده غلطات، لكن مارتينيز كان بيدخل بيموت نفسه على كل كوره. بتتكلم ان مارتينيز كان من اهم عناصر الاساسيه في دفاع مانشستر يونايتد. لولا هو وديخيا، يونايتد ما كانش هيبقى في المكان اللي هو فيه دلوقتي ويبقى بالتحسن الكبير ده. تتكلم لاعب 34 ماتش، الراجل قدر يجيب جون واحد بس، لكن قدر يعمل 6 فرص. الراجل عامل 90% اكيوريت باس، ودي نسبة كبيرة جدا. المدافع زي ليساندرو مارتينيز ويتقدم يوصل كمان قدام. عامل 3 بلوك على شوطات، عامل 97 تشتيت للكورة. عامل 3 بلوك على الشوطات، عامل 97 تشتيت من الكورة، منهم 46 بالهيد. انت بتتكلم يعني واحد قصير قد كده، مع احترامي القصيرين، لكن مدافع زي ليساندرو مارتينيز وحد قصير زي ليساندرو مارتينيز يشيل 36 كورة 46 كورة بالهيد، ويعمل 87 97 تشتيت و3 بلوك على شوطات. حقيقي مدافع جبار، مشروع المدافع كبير جدا. كمان قدر ياخد كاس العالم مع منتخب الارجنتين، كان فعال مع منتخب الارجنتين. لازم يبقى معاك في التشكيله في افضل الدوري الانجليزي. السنتر باك التاني وهو حقيقه مفاجاه، لكن مش مفاجاه في الفانتزي لان ناس كتير كانت بتستخدمه في الفانتزي. هو بين مي، مدافع برينتفورد الانجليزي. حقيقه برينتفورد كانت عامله موسم جبار السنه دي، موسم كويس بفرقه صاعده بقى لها السنه اللي فاتت. تعمل موسم زي ده حاجه كويسه جدا. مدافع زي بين مي جايب 3 اهداف وعامل اسيستين. راجل لازم يبقى معاك، راجل بيجيب اجوان وفي نفس الوقت مدافع بيشيل تشتيتات وكور كتير. الراجل طالع ب 12 كلين شيت وعامل 3 بلوك على شوطات. لازم يبقى الراجل زي ده معاك في الفرقة بدون أدنى شك. ماشي، الباك ليفت. الحقيقة كنت محتار جدا في الباك ليفت ومكنتش عارف اخد مين، وقعدت ادور لحد ما لقيت واحد هو كان بادي الموسم بشكل جبار جدا. بعد كده الدنيا باظت منه، الفريق كله باظ منه الحقيقة. هو ايفان بريسيتش. تتفق او تختلف، ايفان بريسيتش كان بادي موسم كويس جدا. لعيب اصلا كان وينج قدام، بقى فجأة باك ليفت.
لكن من رغم كده اللاعب هجوم شغال، دفاعي شغال. اتكلم لاعب 23 ماتش قدر يجيب جون ويصنع 8 اسيستات. الراجل هجوميا ما شاء الله عليه. دفاعيا الراجل عامل 48 تشتيت، 72% اكيوريت باس. الراجل عامل 42 تشتيت للكورة، منهم 26 بالدماغ. راجل جبار، لازم يبقى موجود في التشكيله، واعتقد ان هو احسن باك ليفت في الدوري الانجليزي هذا الموسم. ندخل على السي دي ام، وواحد ما اعتقدش ان ناس كتير هتاخد بالها منه، اللي انا كنت واخد بالي منه الحقيقه، وكان عاجبني جدا وكنت هو ظهر لفتره بعد كده الناس نسيته، لكن هو حقيقه فضل طول الموسم شغال مع الفريق. برايتون اللي كان بقياده ديزيربي قدر يحقق انجاز تاريخي هو هذا الموسم، وهو اللاعب باسكال جروس. باسكال جروس حقيقه لعيب ما بحبوش يعني عشان ببقى، بس اللعيب لا، السنه دي عامل موسم كويس جدا. اللاعب عامل لاعب 37 ماتش، جايب 9 اهداف و8 اسيستات. شغال فارم، وهو اصلا مركزه سي دي ام، اللي هو يعني انت مدافع بقى بيجيب اجوان. الراجل شوطات اون تارجت بنسبه 73%، التاكل اللي كسبها بنسبه 64%، والراجل قدر يعمل 20 تشتيت منهم 8 بالدماغ. فراجل هو هجوميا اكتر للميول الهجوميه، لكن الراجل لازم يبقى موجود معاك في التشكيله. سي ام تاني، وانا حقيقه مش عارف ليه اخترته، بس حسيت ان هو كان كويس السنه دي، هو البرتغالي جواو بالينيا. هو الراجل كان كويس يعني، لعب 35 ماتش، جاب 35 جون، انا اسف جاب 5 جوان. لكن الراجل كان على مستوى موجود يعني. الراجل عامل اكيوريت باس بنسبه 83%، التشتيت عامل 59 تشتيت. الراجل كويس، مستقبل للبرتغال ومستقبل لخط الوسط في العالم كله. فموسم كويس بالنسبة لي مع فرقة زي فولهام، فنحط في التشكيل. وندخل على الخط النص الثالث، وهو أكيد معروف، كيفن دي بروين. يعني أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه على كيفن دي بروين؟ يعني واحد لعب 32 ماتش، جايب 7 أهداف، 16 أسيست. الراجل شغال، ادي هالاند جون، ادي هالاند جون، ادي هالاند جون. كان عمل 98 فرصة، 63% سكسسفول دريبلز. الراجل عامل بلوك على الشوطات 21 بلوك، والاكيوريت كروس بنسبة 30%، اللي هم 65 كروس عملهم بنسبة 30%. دي بروين لازم، تفضل يا دي بروين ادخل مكانك محفوظ. وندخل على الثلاثة اللي قدام، منهم واحد طبعا معروف، وفي منهم اتنين واحد برضو معروف، التاني مش عارف ممكن يكون مفاجأة ولا لأ. لكن خلينا نبتدي على ناحية الشمال، وهو ماركوس راشفورد. شئت أم أبيت أحسن موسم لماركوس راشفورد. ما مش هتقول بقى انفجار أحسن موسم من ساعة ما راشفورد ابتدى يلعب كورة، ده أحسن موسم قدر يعمله. الراجل السنة دي متصابش، الراجل شغال معانا طول السنة. الراجل ماشي زي الفل، لاعب 32 ماتش، جايب 17 جون وعامل اسيستين. ماركوس راشفورد في التشكيلة خلاص، مصدقنا الراجل فاق وخليه مكمل كده. تعبنا قوي. راس الحربة طبعا ايرلينج هالاند، يعني 35 ماتش جايب 36 جون، والراجل مكتفاش بل انا هعمل كمان اسيست ب8 اسيستات، اللي هو انا دايس معاكم في اي حاجة. الراجل تقريبا اغلب اهدافه من الانسايد بوكس. الراجل عامل نسبة 75% اكيوريت باس. عمل بلوك على الشوطات 16 بلوك، يعني الراجل دفاعي موجود برضه. عامل 14 تشتيت، منهم 11 بالهيد. ما هو طويل طبعا لازم يجيب بالهيد، ما لو ما جابش بالهيد هيجيب بايه؟ يعني مفيش اختلاف، ايرلينج هالاند افضل لاعب السنه دي في العالم وفي البريمير ليج وفي كل حته. يعني اهداف بالهبل. و بقى ده هو التشكيله كلها. وندخل على اخر لعيب، وهو انا حاسس ان فيه هيحصل جدل عن الموضوع ده شويه. هو محمد صلاح. مش بقى بطبل والكلام ده، لكن الحقيقه محمد صلاح من رغم موسم ليفربول السائل، لكن هتلاقي محمد صلاح موجود، محمد صلاح شغال، محمد صلاح بيجيب اجوان. انت بتتكلم محمد صلاح جايب مع الفريق 19 هدف، يعني من رغم كل ده 19 هدف، طالع هدافين الرابع في البريمير ليج. الراجل عامل 12 اسيست التالت، يعني الراجل شغال. سواء ليفربول حلو سواء ليفربول وحش، الراجل شغال مساهمات واهداف مع الفريق. الراجل عمل مع الفريق 65 فرصة، وعامل 80% اكيوريت باس. موسم قد لا يكون الناس كلها اتعودت على صلاح ان هو ياخد الهداف بالجداره والاسيستات وياخد كل حاجه مع ليفربول، لكن من رغم موسم ليفربول السائل ان هو
حافظ على مستواه نوعا ما، قدر يجيب اجوان، قدر يجيب اسيستات، مش الارقام اللي بنأملها لصلاح، لكن الراجل مساهم مع الفريق. الراجل ده لولا ليفربول كان ممكن يبقى بيصارع على الهبوط. الراجل ده فعلا فرق مع ليفربول السنه دي في هذا الموسم السيء، ودي تبين لك قيمه محمد صلاح مع الفريق. محمد صلاح بقى بالنسبه لليفربول هو كل حاجه، لازم يحافظوا عليه باي شكل من الاشكال. خلصنا بقى ال 11، ندخل بقى على الاربعه الدكه. نبتدي بحراسه المرمى اليسون بيكر. اليسون بيكر الحقيقه برضه كان من اللعيبه المساهمه جدا في انقاذ موسم ليفربول. الراجل بتتكلم لاعب الراجل بتتكلم لاعب 37 ماتش طالع ب 14 كلين شيت، والراجل كمان بقى بيساهم، عامل اسيست. راجل لولا كان ليفربول زمانه في حتة تانية بيصارع على الهبوط. لولا هو وصلاح الفرقة دي كانت راحت مع السلامة. ناخد بقى سنتر باك تاني من ارسنال، بن وايت. بن وايت حقيقة صفقة جت من ارسنال من 3 سنين تقريبا، وكانت كله بيقول ايه اللعيب ده ومش عارف ايه، لكن الحقيقة بن وايت الموسم ده ظهر بشكل فعال جدا. الراجل بيلعب باك رايت حاضر، يلعب سي ام حاضر، يلعب سي دي ام حاضر، يلعب سنتر باك حاضر. الراجل شغال في كل المراكز. الراجل عامل 90% اكيوريت باس و80% تشتيت للكوره، منهم 56 بالدماغ. في حقيقه بين وايت موسم رائع لبين وايت، لكن هيبقى موجود معانا على الدكه. وندخل على خط النص، كازيميرو برضو كان من العواميد اللي فرقت جدا مع مانشستر يونايتد. جاء يعتبر انقذ موسم مانشستر يونايتد. انت بتشيل كازيميرو بتلاقي فراغ في نص الملعب. كازيميرو لعيب بالرغم سنه ال 31 سنة، لكن قادر يحافظ على مستواه في الكورة، قادر يدخل ويعمل تشتيت للكورة بشكل فعال. كسب كل حاجة مع مدريد، راح مانشستر يونايتد عشان يحاول يكسب بطولات جديدة، وفرق بشكل كبير مع مانشستر يونايتد. تتكلم الراجل بقى بيجيب اجوان، يعني 24 ماتش لعبها كازيميرو مع مانشستر يونايتد جاب 4 اجوان و3 اسيستات. جبار كازيميرو. 80% اكيوريت باس، 70% تشتيت، منهم 50 تشتيت بالدماغ. في حقيقة شابول كازيميرو، وتحية ليك على انقاذك موسم مانشستر يونايتد، ولازم يبقى موجود لكن هيبقى على الدكة. اللاعب الاخير، وهو لازم بصراحة يبقى موجود عشان يبقى ياخد حقه، بس لقيت ان صلاح هو اللي يستحق يبقى في المكان ده، فقلت اخده بس يتحط على الدكة. هو باكاي ساكا. الحقيقة باكاي ساكا سواء انت شايفه نجم او مش شايفه نجم او شايفه عادي، الا ان موسم باكاي ساكا موسم جبار. بتتكلم لاعب 37 ماتش تقريبا، ما غابش غير ماتش واحد مع الفريق، جايب 14 جون، عامل 11 اسيست. الراجل فعال جدا مع الفريق. الراجل عامل 75 فرصة وعامل 86% اكيوريت باس. حقيقة موسم كويس جدا لباكاي ساكا، وطبعا كان بيصارع في الدوري مع ارسنال، لكن جوارديولا اللي جه في الاخر خطف الدوري كالمعتاد يعني. لكن الحقيقة موسم كويس لباكايو ساكا، ويقدر يبني عليه في اللي جاي. بس وعشان تبقى كده تشكيلتنا في حراسة المرمى: نيك بوب، قدامهم رباعي خط الظهر، تريبيير ومي ومارتينيز وايفان بريسيتش. بعد كده قدامهم جروس وبالينها ودي بروين، والثلاثي صلاح هالاند راشفورد. والدك كازيميرو اليسون باكايو ساكا وبن. بس وهي دي كانت تشكيلتي لافضل لعيبه في الدوري الانجليزي. تختلف تتفق، كل ده قوله في الكومنتات ونشوف مين فينا في الاخر هيكسب النقاش. وكل واحد يوريني تشكيلته الافضل لعيبه من رايه الخاص. دي كانت تشكيلتي من رايي الخاص. وبس كده، لو عجبتك الحلقه متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.